انام بس. حاضر. يلا. ده مسلسل الحقيقة والسراب بتاع فيفي عبده، واحد تقريبا من أشهر وأنجح المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية. المسلسل في وقتها نجح نجاح كبير جدا وكان مشهور جدا، وفضل وقت قريب جدا واحد من أشهر المسلسلات واللي الناس بتحب تشوفه دايما. بس المشاهد اللي زي دي، المشهد ده بالتحديد، ايه لازمته او ايه الهدف منه؟ وايه الأم اللي بتبوس بنتها في بقها دي وهي في السن ده، بنت كبيرة يعني مش صغيرة؟ هي المشاهد دي عدت ازاي من الرقابة، او ازاي ما خدناش بالنا منها، ولا كان الموضوع عادي ولا ايه بالظبط؟ ده طبعا بغض النظر عن قصة المسلسل، اللي هو اصلا فيه منال ديت واللي بتقوم بدورها مي عز الدين كانت فيه بنت مدلعة جدا، فافي جدا يعني، وكل اللي بتحلم بيه بيكون تحت رجليها. اي حاجة بتحلم بيها بتيجي في خيالها بتكون تحت رجليها على طول، حتى لو هيترفض طلبات لاخواتها الولاد بس هي اللي تؤمر بيه يتنفذ. بس برضه أنا ما فهمتش ايه مغزى المشهد ده، لو حد يعرف يقول لنا تحت في الكومنتات. ما تنسوش تعرفوني ايه السبب او ايه المغزى.